أهلا وسهلا بيكم في قناتنا غواص في بحر الفلك. أنا حبيت بس أدخل كده مداخلة فيديو بسيط وسريع عن حدث فلكي مهم جدا بيحصل في حركة الكواكب. أنا حبيت بس أقول لكم إن أنا أي حركة هتحصل في الكواكب، يعني ما بين إنه يتنقل من كوكب لكوكب آخر، يعني كوكب هيتنقل مثلا من مكان من برج يعني لبرج تاني، علماء الفلك بيفسروا ده بمعطيات معينة عندهم بيقولوها. فاحنا يعني حابين بس نوضحها من باب ان احنا بنشرحها، وطبعا العلم كله عند الله. يعني انا بس بوضح اللي الناس بتقوله ده معناه ايه. احنا حاليا الوضع الفلكي ان الشمس في الحوت، والكوكب الزهرة قريب جدا دخل برج الحوت، وده طبعا ليه تأثير حلو جدا، لان الزهرة لما بتخش في مكان زي برج الحوت، برج حالم ورومانسي، هما الاتنين صفاتهم متقاربة، فده بيشاع ان النواحي العاطفية بيحصل فيها تحسن على الصعيد العاطفي عموما في كل الابراج. ففي حدث برضو هيحصل قريب جدا. هي الشمس طبعا قربت خلاص انها تنتقل لبرج الحمل، هيبقوا برج الحمل هما الفترة اللي جاية دي عيد ميلادهم. وفي نفس الوقت بقى برج الحوت هيخش له ضيف تاني مع الزهرة، هو كوكب المريخ. هو كوكب يعني فيه حماس جامد قوي. اعتقد البرج ده طاقة قوية جدا اندفاعية بتعزز الحماس وطاقة الذكورة يعني. وفي نفس الوقت كمان هو يعتبر برضو كوكب قوته جامدة شوية، يعني كوكب حرب، كوكب عنف. فلما يدخل في برج زي الحوت، برج مائي، هو المفروض ان برج الحوت مش برج ناري، يعني المفروض ان هو قوة الكوكب ده في برج الحوت مش اعلى حاجة. لكن طبعا احنا بنتكلم على عنصر الماء لما يخش له كوكب حرب، فممكن تحصل يعني بعلماء الفلك والله اعلم طبعا، ويعني فوق كل الناس، يعني ان قد يحدث مثلا فيضانات، يعني او اعصارات مائيه او حاجه مائيه، يعني طوفان، حاجه يعني حدث غرق سفن. يعني بيقولوا لما المريخ بيتنقل يعني بيتحرك كده ويروح من مكان، ممكن يعني في معطيات انه قد يحدث القصص دي طبعا، والله اعلم. يعني ده راي علماء الفلك يعني، بس انا حبيت اوضحه واشرحه. وتأثيره على مواليد البرج الحوت والأبراج المائية وبعدها الترابية، اللي احنا قلنا إن الأبراج المائية بتتفق مع الأبراج الترابية. تأثيره عليهم كويس، يعني بيكون في حماس. مع هو يعني طاقة الحوت بتبقى شوية فيها برج حالم، برج كسول شوية، فلما يخش له حاجة زي طاقة قوية كده شوية هينشط جدا، وهتلاقي فترة جاية تعاملاته تكتر جدا، ويبتدي يعني يبقى ياخد وضعه أكتر في مجال الشغل والحاجات دي. وكذلك بقى بقية الأبراج اللي هي المائية زيه، اللي هو السرطان والعقرب، والأبراج اللي هي بتمتزج معاهم، اللي هي الأبراج الترابية، اللي هم الثور والعذراء والجدي. دول اللي بيتأثروا تأثر إيجابي لما يعني بيدخل كوكب زي كوكب المريخ. في حالة إن هو دخل عند مواليد الحوت هيكون ده تأثيره مش وحش، تأثيره كويس جدا من ناحية إنه هو برج حماسي. كوكب قصدي من صفاته إنه بيدي طاقة حماس، مع مواليد هادية ورايقة شوية، بتاخد كده فبتتحمس تعمل حاجات ممكن ما بتعرفش تعملها في الأوقات العادية. إن ألقاكم حبيت بس يعني أشرح بس الحدث الفلكي ده حسب كلام الأسترولوجيست اللي قالوه. وطبعا وما يعلم الغيب إلا الله. واتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله الحلقه الجايه. انا بس عملت المداخله دي لما عرفت الموضوع بتاع تغيير الكواكب، دايما مسار الكواكب لما هتتغير انا برضو هعرفكم معناها ايه. القاكم في الحلقه القادمه.